السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هاد القصه تلقاكم وانتم في اتم الصحه والسلامه والعافيه. كيف العاده كنجدد اللقاء بكم، كنرحب بكم بكل حب وتقدير واحترام. شكرا على لايكاتكم، شكرا على الايجابيات، شكرا على كل كلمه خليتوها لي في حقي. ايوا بلا ما نزيد نطول عليكم مقدمه هاد القصه اللي قصه واش من قصه وش هدا في نفس الوقت، فضروري نصليو على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم. انا الاسم ديالي منار. جيت اليوم باش نشارك معكم القصه ديالي ونحكي لكم على اللي جرى ليا وعلى اللي وقع ليا في الحياه ديالي. قصتي البنات فيها معاني اللي كثيره وفيها استفاده وعبر اللي لا مثيل لها، فاستافدوا منها وعطيوها الوقت ديالها باش تفهموا قصدي وداك الشيء اللي بغيت نوصل لكم عبر لكل وحده عايشه في هذه الحياه. الدنيا دواره والناس فيها غداره، وكما تدين وتدان، وبعض المرات كتردي الشر بالخير وداك الخير تيوقف معاك، ما كتضربيش ليه الحساب وكتلقاه قدامك وكيرد لك الاعتبار ديالك. فالبنات الخيانه والغدر في هذا الزمان موجوده، وشحال من وحده كتلقاك عايشه في النعيم، النعيم اللي كتحسدك عليه والله ما تعقل عليك ولو تكون اقرب انسان ليك. فقصتي البنات بدات من دارنا، فالوقيته اللي ولداتني امي توفات في البلاصه، رغم اني عندي خوتي وخواتاتي اللي كبر مني. فالوقيته اللي ماتت الميمه ديالي با تزوج بطبيعه الحال، جاب وحده اللي تقابلني وتقابل خوتي. الوقيته اللي تزوجات بابا وانا كنت مازال الحيمه فهملاتني، يعني رباتني غير اختي اللي كبر مني، وهذا الشيء كاملين حكاو ليا لاني انا كنت صغيره وما عارفه شيء. فالوقيته اللي جابها با حتى هي حملات، فولات بنيه، فولات هي عينين با، فبا دار الفرزيات، فوليت كنعرف ووليت كنشوف ووليت فاهمه، ولكن هي عمرها رباتني ولا هزاتني ولا حضناتني. فكانت كيف ما قلت لكم اختي اللي كبر مني، خويا اللي مقابلني. فانا الوقيته اللي وليت نعرف لقيت راسي غريبه في دار با، با عطيها اهتمام وعطيها للمراه، اما انا وخوتي لا. فعشنا غراب في دار والدينا، فعشنا غراب في دار بانا، كونه انه حبها ونسى المهمه ديالنا. غادي نقول لكم مش وقع ليها وكيفاش تلاقات ببا، وداك النعيم اللي عايش فيه با ومراته راه ديالها. امي كانت بنت العروبيه، كانت من عائله اللي لاباس عليهم، فربي عطاهم وغناهم وتحولوا للمدينه. جدي كان تاجر كبير ليه محلات كثيره وبصمه في ديك الدوله، اما خوالي وخالاتي وجده هذيك حاجه اخرى. لقيت اللي مات جدي امي ورثات كل شيء، داك الورث ديالها جابته لبا اللي دابا مجوج وما عاقلش علينا، واللي جاب مره جديده عيوض تعوض لينا فقدان الاميمه بغاها، وهي عايشه في ديك الخيرات ديال امي، ولا بخير ولا بس عليه وما ناقصو خير، وهي ضاربه الدنيا بركله وامي راها توفات ومشات. حنا با كان لاباس عليه ولكن كنا عايشين فقراء. علاش؟ حيت اللفعه والسامه مانعنا من بزاف الحوايج، ما كانش خلينا ناكلو، ما كانش خلينا نعسو، كان دايرنا بحال الخدامات. ولكن با كان كيسمع ليها والكلمه المخيره يقولها ليها، وحنا لعلك ترضى. فهاد الشي لاحظوه العائله، فقال لهم دخلوا سقريوسكم بناتي وولادي هادو ومرتي وبنتي، فالمرحومه اللي من الطرف ديالكم توفات، فخليوني نعيش الحياه. فبا كان عصبي لواحد الدرجه ما كتصورش، ولكن مع مراته وبنته حاجه اخرى والعائله ديالها. عرفتوا الوقيته اللي كتجي العائله ديالها راه سبحان الله، راه الجوف ديالو كون صافي يجبدو ما كيخلي غير اللي منسى. ولا كانوا جاي العائله ديالو كحالت عليا انا وخواتاتي وخوتي، خاصنا نشقاو، خاصنا نخمروا الدار، خاصنا نصوبوا الحلاوي، خاصنا نطيبوا، هي غير تكوموندي. ايوا كتقول ربي عطاني وغناني وجيت ولقيت كلشي ديالي، والمرحومه اللي عطات كلشي راها ماتت، علاش غتهز همنا وعلاش غادي تهز هبالنا؟ خصنا با كيبغيها وعاشقها وكيموت عليها وكيقول لها لا لا ورده قولي اللي بغيتي. فانا حكاو ليا الناس قالك راه كان داير على امي كثر من اللي داير عليها هي، ولكن سبحان الله غير ماتت نساها وجاب حيه، تلوات عليه وتلوات علينا، دوزاتها علينا. الصراحه ربي كان كافينا، الرزق ديال ميمتنا كيضيع قدام عينينا. فبدينا كنكبروا، فاختي تزوجات وخويا تزوج واختي الاخرى مشات وخرجت على البلاد، فبقيت انا عندهم. بقيت انا هذيك الخدامه التريريسه، بقيت انا من بحالي بحال كل وحده ماتت امها وبقات يتيمه. بقيت انا بحالي بحال شحال من وحده سبق انكم سمعتوا بها باللعنات، وبلا مرت باها دوزات عليها، وبلا شافت اقصى العقوبات، وبلا باها ما حنش عليها، ولا دخلوا خوالها كحالت عليها. انا كنت كنفيض على عمتي،
عمتي اللي كان يبان ليا بلا انا عزيزه عليها، عمتي اللي كانت كارهاها وما كتحملهاش وقريبه ليا، عمتي عندها بنتها وهي عينيها ودايراني في حالها الصراحه الوقيته اللي كتجي. شحال من مره قالت لبا خليني نديها تيقول لا ما تخرج، مراتي متعلقه بها وباغياها. كتقول ليه عمتي من حب واش من بغيان واش من تعلق، بنتك مسكينه من النهار اللي ولدتها امها وتوفات وهي في العذاب. راعي لهاد البنيه، ما راعيتيش لوليداتك بعدا وقفوا على رجليهم، فهادي مازال معاك ما عرفتي الخير فين كاين. ايوا لقيتها هي اللي عرفات عمتي في صفي وماشي من صفها، منعاتها على الدخول للدار، ما بقى عندي لا حنين لا والو، بقاو غير العديان. فانا ما بغاتش تزوجني وما بغاتش تخليني نمشي عند خوتي لانها مسيطره على با كان صعيب فينا وكنت كنخاف منه، وكان يقول لي ما تخرجي ما تدخلي ما تمشي لعند خوتك لا خواتاتك، عيشي معايا هنا وبقاي كيف ما قالت لك مراتي. وزيدون هي راه بحال امك، قلت لي با بخاطريش من ام، كاينه شي ام كتعامل مع بنتها بحال هكا. فانا كان يبقى فيا الحال الوقيته اللي كان يجي ويتقدى البنت وانا لا، كان يبقى فيا الحال الوقيته هي اللي تخرج القيصريه وما تخلي ما تجيب وانا لا، بقى فيا الحال الوقيته هي بنتها اللي كتكون ناعسه وانا فايقه، بقى فيا الحال هي الوقيته اللي كتكون بنتها في المدرسه وانا في الدار وانا كنشقى مع التماره. انا بلا ما نزيد نمرضكم وبلا ما نزيد نحكي لكم، فحطوا في الدماغ ديالكم كوني اني مع مرات با دارت فيا ما بغات، كرهاتني في الدنيا واللي فيها، والخوف مسيطر عليا، وخوف با عامي عينيا وما نقدرش نمشي لهنا لهنا حيت خوتي ما غاديش يهزوا المسؤوليه الوقيته اللي نهرب عندهم. فاللي غادي نقول لكم على اللي جرى ليا وعلى اللي وقع ليا، بديت كنكبر وبديت كنتمكن وبدا القلب كيقصاح. فحتى النهار اللي جا واحد السيد وبنا انه يتزوج وبغاني الصراحه، فمرات با قالت لي شوف نقول لك انا بنتي واخا صغيره على بنتك غنعطيه بنتي، فقال لي با مرحبا. فاتفقوا عليا كوني اني مريضه وقالوا لي غادي تمثلي بانك انت كتنساي ومريضه. فالصراحه بلا لا يطريه ليا درت داكشي، فقالت لي غادي تمثلي بانك راك مريضه حتى لنفاه، فدرت داكشي لان ما عندي ما ندير. انا غتقولوا لي باليده ماشي باليده، انا الخوف سيطر عليا، انا من صغري وحاسه باني ما عنديش المسؤوليه، انا من صغري وشخصيتي مشات طبيعه الحال بالبكا وبالغوات وبالضرب والعصا وبالقميع، ما بقات عندي شخصيه، ما بقيت فاهمه والو في هاد الدنيا. فصافي تزوجات، فشقيت عليها في العرس ديالها، فجاو الناس ودوها، فصافي بقيت في دارنا خدامه على مرات با، خدامه على با، هز المسؤوليه بالقهره فيا. في يوم من الايام ربي نصرني وجاب لي واحد الراجل اللي مرات با ما قالتش لا، وبا ما قالش لا علاش؟ لانها تبالات مع بنتها كتمشي تقابل ليها الوليدات، وبا كذلك. فالحمد لله كان من النصيب ديالي، فتزوجت بيه ومشيت سكنت عنده. صراحه لاباس عليه، ما ناقصو خير، الخير فايض عليه. فانا اللي غادي نقول لكم هنا، عمتي قربات ليا والخوت والخواتات داروا بيا وداري وعمرات ليا، والراجل مهلي فيها، بذهبي وبمالي وبطوموبيلتي العز وجابوا لي ربي بعد الصبر والسنين اللي دوزت. انا واحد العجوزه ديالي الله يعمر ليها الدار كتقول لي بنيتي ديها في دارك، وداكشي اللي داز عليك بنيتي يكوني واعيه وفاهمه، وخرجي الناس من دارك وخوي كوني لولدي، والدار ديما عندك عامره شهد المحنه. كنقول لا عكوزتي اللي داز عليا ماشي ساهل، كنت باغا حبابي دايرين بيا وعائلتي، وكانت كتمنعني مرات با، كانت جامعه غير عائلتي وكان يبقى فيا الحال. هادشي علاش انا مدوره عليا عائلتي. وكتقول لي بنيتي الزمان خايب، كاين اللي بغيك بالنقا والصفا وكاين اللي باغي لك غير الخطا. تنقول لها عكوزتي انا فاهمك، ولكن هادشي اللي داير بيا راه عارفين مدى عليا وما يمكنش شي واحد فيهم يأذيني. ايوا قالت لي نتمنى. ايوا اللي غادي نقول لكم على اللي جراه ليا وعلى اللي وقع ليا. فانا عمتي ديما عندي هي وبنتهم مهليه فيها، خواتاتي وخوتي تلاها وما بقاوش يجيو مره. انا معمره داري بالعمه ديالي وببنتها والحمد لله. فحملت الحماله الاولى وما كملاتش ليا، ربي ما جابش ليا، والحماله الثانيه ما كيوصلوا لواحد الوقت كيموتوا ليا. انا الوقيته اللي كنتوحم كتكون عمتي ما كتخلي ما تجيب ليا، وبنتها اللي تسخر ليا، وراجلي عاجبو الحال وعاجباه عمتي وبنتها ومعمرين عليا الدار، واخا العجوزه ما باغاش. راجلي كان باغيني نولد وما كيبغينيش نطيح داكشي من كرشي، لأ انا ما عارفاش هادشي. فمشات ليام ودازت ليام، وقع الغيار، مشاكل مع الراجل ديالي اللي ما عرفتش انا السبب،
الراجل اللي كان باغيني ومهلي فيا وعاطيني كل شيء ولا عاطيني بالظهر، كلام القبيح صباح وعشيه، ولا كيجرحني وكيضرني في خاطري ولا معصبني. تنقول لي يا بنادم مالك عليا، اش زايد فيا؟ يكفي اللي داز عليا. تيقول لي من نهار عرفتك وانتي تشكاي عليا ما بقاش حاملني ولا كارهني. عجوزه اللي كانت كتنصحني وتقول لي بعدي الناس من دارك، تنقول له اهلي وحبابي دايرين بيا، حتى هي ولات حربايه معايا، ولات لفعه وسامه، ما كتضحك تجي عمتي وبنتها، ولات تلمح الراجل على بنتها، والراجل ديالي عاجباه بنت عمتي. فقلتها لعمتي وقالت لي مالك بنتي، ما عندك علاش تشكي، بنتي راه مخطوبه وغادي تزوج واحد اللي في فرنسا. فكنتيق فيها وكنقول ماشي مشكل. فدوز السنين مع الراجل ديالي بعد ما سقطوا لي 2 كرش ديالي، وزدت واحد 4 سنين معاه في العذاب وفي القهره وفي التماره، حتى وصلت للطلاق معاه. غتقولي شنو هو السبب الطلاق ديالك؟ السبب الطلاق ديالي هو انه وصلتني الخبر مع بنت عمتي. فالوقيته اللي قلتها لبنت عمتي قالت لي ما فراسيش هادشي. فزدت وتاكدت ولقيت عمتي متفقه مع العجوزه ديالي باش يجوجوا الراجل ديالي البنت عمتي باش تولد ليه. فمشات ليام ودازت ليام وعرفت ان سبب سقوط الكرش ديالي هي عمتي وبنتها. شو الدنيا كي دايره اللي كنت كنتيق وتنقول يتيمه وعندي غير عمتي والحضن الدافئ بحال ميمتي، غدراتني وطعناتني والرزق ديالي تبعاتني فيه وتبعاتني في الرجل وفي الحياه اليوميه ديالي، كسبات عجوزتي وبعداتني. فالوقيته اللي عرفت وحطيت النقاط على الحروف وتاكدت، حطيتهم في الامر الواقع. واحد النهار كانوا مجموعين كاملين جمع الغدر اللي كيبلاني ويوم من الايام اني نخرج ويتزوج بها. فكانت عجوزتي وعمتي جالسين معايا وكانت هي في الدار. دخل هو مقدي وما بخلي ما جايب، فتشديت معاه لاني قال لي انت طيبي هما جالسين، كان غنفرتك الشمل كامل. هاد اللي انا تسلط عليا في حياتي من اليوم ما غنبقى مدلوله. فقلت لها عجوزتي وعمتي اش هادشي اللي كنسمع، اش هادشي اللي عرفت؟ قالت لي عمتي اش عرفتي؟ قلت لها علاش بنتك مع الراجل ديالي؟ علاش عمتي اتفقتي مع العجوزه وعلاش انت العجوزه اتفقتي مع عمتي؟ وعلاش انت بغيتي راجلي وعلاش انت بغيتيها؟ فضحكوا عليا كاملين واستهزئوا مني. فقالوا لي مادام عرفتي هادشي كامل علاش انت جالسه؟ قلت لها عمتي الراجل تيبقى غريب وامه غريبه، ولكن انت يا عمتي انت عرفتي اللي بيا وعرفتي اللي داز عليا. قال لي تاني هاد النكد من نهار عرفتك وانت تشكي عليا. ولا لا انا ما بغيتكش، انا باغي بنت عمتك، انا باغيها تولد ليا، والصراحه فيها الرفاهيه وعمتك مثاليه. قلت لي بلا ما غادي نزيد نطول معكم الهضره هنا، ساعتي سالات معكم. طلاقي هو الاول قال لي احسن حاجه درتي. قلت لي عزت نفسي هي كل شيء. قال لي يلا بسم الله خرجي. درت وشفت في عمتي وضحكات وابتسمات، يحسب ليها الدنيا واللي فيها ويحسب ليها اللي غدر دمه، وحسب ليها اللي غدر دمه راه غادي يعيش هاني في الحياه ديالو. يحسب ليها الا غدرات واحد اليتيمه اللي داز عليها المستحيل وداز عليها الويل غتخرج ليها طريفه. انا ثقت في عمتي وثقت في بنتها، ثقت في الراجل ديالي وثقت في العجوزه ديالي، ولكن الطعنه ديال عمتي وبنتها مبغاش تنسى ليا. فيمشي راجل ويجي الف راجل. غتقولي يا خرجتي وين مشيتي؟ فمشيت عند اختي، فدقيت الباب عليها وشكيت. قالت واش دارت ليا عمتي؟ فهزت التليفون وهضرات معاها. قلت صافي اختي غتبرد ليا الجمره ديالي. قلت اختي غتحطوا ليها، فحطاتو ليها وقالت لها علاش الغدار وعلاش درتي ليها هكا. وانا نبكي لاني كنشوف اختي مسكينه كتهز وتخبط، وبلا اختي بلا انا راه هي اللي رباتني وشافت القهره اللي داس عليا. فالمهم ما خلات ما قالت ليها. فديك الليله جات العائله ديال اختي، فكانت العجوزه ديالها فعرفاتني مديومه وكنبكي، فشكيت ليها كل شيء. فالصباح مشات العجوزه ديالها وجلسات حليا اختي، قالت لي شكون اللي قال لك قولي لها هادشي؟ وانا ما كنبغيش نقول المسائل ديال العائله ديالي وداكشي اللي داز علينا في صغرنا وتماره. انا عائله راجلي ما عارفاش، راه يوم من الايام غادي يعايروني بيه وما كانش عليك تقولي هكا. واختي هنا ساعتك سالات. فهضرت لخويا ومشيت عنده، فمشيت عنده حتى هو ما خليت ما قلت لي. بانت لي مرته هي تهز وتخبط عليا. قلت هاجيه المسطيه منار اللي داز عليك ماشي ساهل، صافي جمعي وتوقدي ومن بعد طلاقك عارفي اش ديري، ما تعولي على حد. مادام باك يا حسره اللي كنتي كتبغيه وعزيز عليك وما وقفش معاك في حياتك حتبان لك الغريب. فصافي اللي غادي نقول لكم، بعد ما طلقت خدمت في القهاوي، خدمت عند العيالات اللي ليها اللي شافني كيطمع فيا في الحرام وانا باغا غير الحلال.
فانا شفت نوع العذاب تاني في الخدمه، هذه كتغير مني، هذه ديري لي، هذه كتغير مني، هذه خايبه كتشوف سيغاني تقول لي غطيهم، هذه تلبسني في البرد، هذه تلبسني في الصيف. شويه وليت نخرج مع النقافات، شويه وليت نخرج مع الطيابات، شويه وليت نمشي للحمام عند الكسالات. المهم كاع الحرافي دوزتهم باش نخلص كرايه وندخل للدار ونعس ديك السويعه ولا جوج بلا خبيط بلا مشاكل لا والو. واخا القلب الدمار، واخا شفت الهام، واخا المشاكل، واخا عانيت، واخا ما خلى اللي وقع ليا. فيوم من الايام خدامه عند واحد المراه، فديك المراه دخلت الكوزينه ولقات شعري معري، فضرباتني واحد الضربه اللي مشيت للكاو. فلقيت راسي في السبيطار، ديك الضربه اللي طيحاتني وهرساتني. فالوقيته اللي نعس في السبيطار السيمانه، فولادها خافوا على امهم والعائله ديالهم وقفوا معايا، فوقفه ديال الصح، لدرجه ان من السبيطار كانوا غيديوني عندهم. فكتدخل فالوقيته انا اللي كنت في السبيطار وناعسه، ما يدخل غير با ومراته. شكون اللي ناعس في السبيطار؟ بنته. فصافي با جا وقال لي مالك، وهذه بحال رطاب شويه وبدات يكبر ما بقاش كيف كان. فمراته معاه، فحكيت ليها كل شيء واخا انا مسمع عليها. فجاتني حتى هي رطابت شويه، فقال لي با فين غادي تمشي؟ قلت لي غيديوني الناس اللي وقع لي معاهم هذا الشيء. قالت لي لا غتمشي معنا للدار. قلت لها لا ما غاديش نمشي معاك للدار، انا عييت وقاسيت وانا بغيت نرتاح، اللهم البيت اللي كاريه وما نخدم عند حد. قالت لي ما غاديش نخدمك عندي. قالت لي راه ما بقيتش كيف كنت. قلت لها ما نطيق في حد. قال لي با جمع الوقفه يلا. لقيتها اللي تخرجي، فخرجت وداوني بزز. فلقيتها اللي مشيت اش غادي نقول لكم تبدلات حياتها، فما بقاتش كيف كانت، فما بقاتش ديك اللفعه السامه العقرب. فكتمشي عند بنتها وكتجي. فلقيتها اللي خرجات بنتها، فحتى واحد النهار رجعت، فلقيتها اللي دخلات كتبكي. قال لها با مالك؟ قالت لي بنتي، قالت لي ما تبقيش تجي كل مره خطيبتي عندي، انا راه عندي ناسي وعندي العائله ديالي، سيري تمشي في دارك وديها في راسك. فكتبكي وعرفات بالقيمه، عرفت بالقيمه ديالي انا على بنتها، عرفت داكشي اللي كانت دارت ليا واللي دارت لبنتها، شو الخير اللي دارت في بنتها كيرجع ليها. فالصراحه قلبي رطاب، واخا قلت غادي نقصح وبقات فيا. فمرضات وشدات الفراش والصدمه كانت قويه ليها. فغادي نقول لكم قابلتها، قلت ماشي مشكل، دارت فيا الشر والتلات في اخر ايامها. فمشات الايام ودازت الايام، فدرت معاها المستحيل. الصراحه وقفت معاها وحنات فيا وقالت لي سمحي ليا واعتذرت ليا. فاللي غادي نقول لكم على اللي جرى ليا وعلى اللي وقع ليا، فكان با دار واحد الخطا اللي كان كاتب ليها كل شيء. بعد ما طغات وبعد ما خلاتو يبغيها ونصبت عليه وخايفه منا حنا نورثو، كانت كل شيء باغا تعطيه لبنتها. فهي في الفراش با خارج ما عليه ما به، جاتنا الخبار بلا دار كسيده وتوفى. داو للسبيطار، فزادت ومرضات وعانات وزادت ديك الجنازه، ولكن ما بعدتش عليها. فجات بنتها وشافتني وطامعه في امها، ولات متعامله مع امها معامله واحده اخرى. اتعرفت با مات وكل شيء غادي يبقى ليها، ولكن ما حلفت عليها. فاللي غادي نقول لكم بقى فيا با الصراحه، لان في اخر ايام وتعامل معايا معامله اللي زوينه، ونسيت القسوه ديال الصغر ونسيت التكبر ديالو ونسيت الجبروت ديالو، لانه تعامل معايا قبل ما يموت معامله اللي زوينه. فصافي بقيت معاها، فكتجي عند العائله ديالها، فكيجي ولاد عمامها، فكيجيو الناس اللي كيعرفوها. فقالت لي شوفي يا بنتي، انا غير سمحي ليا، وانا قبل ما غادي نموت غنزوجك زواج اللي ملكي، الزواج اللي هو نيت، زواج اللي غادي نحطك في واحد البلاصه اللي غادي نعوضك على كل شيء. قالت لي ولد عمي كيقلب، ولد عمي اللي لاباس عليه، ولكن لاباس عليه وغادي نرسلك تنتي بعزك، تنتي برزقك، تنتي بذهبك، وانا في الفراش وقادره على كل شيء. الصراحه شي حوايج عطاتهم ليا وشي حوايج زوجاتهم ليا الا قلت سبحان الله. اليتيمه عمرها كتخيل، ولا رديتي الخير على الشر اللي دوزوه معاك، ربي كيعطيك على قد النيه ديالك، ربي كيرزقك من شي بيبان اللي عمرك ظنيتي انهم غادي يتفتحوا. ربي عطاني وغناني وتسامحت معايا وعطاتني رزقي. والسيد اللي تزوجت به اش غادي نقول لكم، تمناه كل وحده الا بنتها ما كرهاتوش تطلق وتزوج به، ولكن ربي كريم وربي ما ليه مثيل، وربي سبحان الله الا عطاك وغناك غير حمديه وشكريه باش يزيد يفيض الخير عليك. فانا تزوجت ولقيت اللي تزوجت هي مازال شاده الفراش. فاول ما فكرت ان نجيب ليها وحده اللي تقابلها، فرضات عليا وقالت لي عمرني شفت بحالك، وانا ندمت على اللي درت لك، وانا اللي وقع ليا في كبري جزاء داكشي اللي درت لك في صغري.
قالت لي كنت طيشه وكنت مفرعنه، وسمحي لي على كل كلمه قلتها لك، ولا كل ضربه ضربتك، ولا كل حرقه حرقتك، وعلى كل ما درت لك. تتبكي وتنوح، تسيري المسامح كريم. فتوفات والحمد لله، هش بخير وعلى خير. فيوم من الايام بنتها دارت بها الايام، جات عندي ما دخلتهاش لبابي. انا ما بقيت نطيق، انا اللي داز عليا ماشي ساهل. غادي تقولي يا عمتك وبنت عمتك هما المهمين في هما المهمين في قصتك. فانتي عرفناك، سامحتي وتسامحتي مع مرت باك، وما حفيتيهاش وربي عطاك وغناك. تزوجتي سيد الرجال اللي جوجاتك، عطاتك ذهبك وعطاتك فلوس والرزق امك اللي كان مشى. ايوا الحمد لله راه ديالي تيما. اما بنت عمتي اللي انا كنت كنحمل وكانوا هما كيطيحوا ليا، فهي عقرات بمره. فهي اول حماله ليها حيدوا ليها الوالده، من سبع المستحيل انها تولد. فهي لقات المستحيل، فهي لقات المشاكل كثيره دوزاتها العجوزه. اما عمتي بداك الشيء اللي دارت ليا، راها كتسعى جيت المحطات كتشوف في المعاناه. علاش؟ لانها شرقات عينها في بنت خوها اللي كنت طامعه، اللي كنت طايقه فيها وديرها موينتي. الدنيا دواره. اما بنتها راه طلقات، وفي الحرام الحرام فسدات، ومن هذا ولهذا ولات. اما انا ربي عطاني على قد نيتي. ونزيدكم كذلك بلا الدنيا راه دواره، ودارت على اختي اللي سدات الباب عليا، واللي كتقول العيوب ديالنا ما يعرفوش عائلتي وانا قلت لهم. اللي نهار اللي شكيت وخويت همي على عوسه درباتني الصباح، وداك خويا اللي مراته كتنفر الدنيا دواره. راه انا ديك الصغيره اللي ماتت امي في ديك الطبله وخلاتني لربي، ما خلاتنيش العبد ديالو. راه ربي اللي وكيلي. راه واخا شفت العذاب، لان داك العذاب مكتب عليا، ولكن شوفوا من ورا العذاب راه كل من بعد الظلام راه كاين نور. راه هذه هي الايام، راه هادشي اللي مكتاب في الحياه. فالصبر مفتاح الفرج، واللي دارها فيك ربي راه كيعاقبو. فانا قستي على اللي داز عليا، وعلى الغدر، وعلى المعاناه، وعلى الخيانه من اقرب انسان ليا. فسبحان الله ربي جاب كل شيء حتى البليديه. فديك المحقوره، ديك الخديديمه، ديك التريريسه اللي ماتت امها في الولاده ديالها، واللي البيبان تسدوا عليها، واللي الخيانه شافتها قدام عينيها، ونهار صارحت الراجل ديالي ما عقلش عليا وضحكوا عليا، كلشي جات البليديه وكلشي رجع ليا. وربي عطاني انا ولد جوج بنيات وجوج وليدات مع الراجل ديالي. انا كرشي ما سقطاتش ليا، انا ولدت عشت بخير مع العائله ديال الراجل ديالي. اما الناس اللي ضروني والعديان راه شافوا الجزاء ديالهم. فدوز سنين مع راجلي، وعشت عيشه اللي بخير وعلى خير، وما ناقصني خير، وكان ربي في الوليدات والبنيات وكل شيء داير بيا والحمد لله، ونحمد ربي ونشكره. كنت حدانا واحد الجاره اللي عندها بناتها تبارك الله زوينات، وبناتها ماشي من نفس الدوله حنا ديالنا، من دوله اخرى، والداهم مع راجل اللي ماشي من الدوله ديالنا، وتبارك الله. فجاو استقروا في ديك الدار، وكانوا الجارات، وكانت الجاره اللي باب على الباب. فتقربت ليا، فحاولت نبعد عليا، فحسيت بالبعد ديالي من جهتها. ولكن انا علاش بعدت؟ كوني اني ما كنتيقش، كوني ان اقرب الناس داروها فيا حسب لك هي، كونها ان عندها البنات زوينات تبارك الله. ولكن اللي غادي نقول لكم، الراجل كيبقى راجل، الراجل الحاجه زوينه كيمشي ليها. فسلطات بنتها على راجلي، فاي راجل اللي شاف داك الجمال غادي يضعف. انا مرو عجبوني، فضعاف ليها، فدار علاقه سريه معاها، فكيتلاقى بها، فكيتسارى بها، ولكن معاملته معايا نفس المعامله. فهنا انا ما بغيتش نبين الغدر ديالو، وما بغيتش نبين الخيانه ديالو، وكنت قادره نعيط على البوليس لقيت اللي عندي مكانه. فطلبت ربي وقلت ليه يا ربي الخيانه حاسه بها، والراجل ديالي كيلعب ورايا مادام ما مصارحنيش. يا ربي بغيت هذا الشيء اللي انا فيه والملك اللي عطيتيني والغنى اللي انا فيه ما يمشيش عليا، ما يضيعش عليا، لاني ما قادراش نبدا الحياه من جديد. غادي تقولي راه عندك الرزق اللي خلات لك مرات باك، حتى حاجه ما بقات، ماشي ضاع ليا، ولكن صافي درت ما بغيت، معوله على الراجل ديالي. غادي تقولي لي كامل داك الرزق اللي خلات ليك، ما كنتش غنقولها لكم، ولكن صدقت الكثير. فاش صدقتو؟ في اليتيمات، في اللي ما عندهمش موات، في المضرورات، في السعايات، في اللي جيعانات، في اللي مقهورات. كندور على الكسالات، كندور على الخدامات، داكشي كامل اللي عشو
كنعطي الناس اللي داكشي كامل اللي عشو كنحن على الناس اللي عايشينو. مثلا وحده خدامه في قهوه كتمشي ونعطيها بلا ما نتقهوى، مثلا وحده كساله بلا ما تكسني ولا نهائيا تتكسني كنعطيها اكثر من داك التكسال اللي كسلاتني في الحمام. مثلا طيابه كنجيبها كنعطيها، يعني بزاف الخير. هادشي علاش خيري عطيته. ولكن طلبت ربي انه يثبتني، وطلبت ربي وما خيبنيش. طلبته في الخلوات بكيت عليه حتى النهار اللي جا عندي غير بوحدو. قال لي شوفي نقول لك لا، قال لي انا بنت الجاره حمرت فيها العين تقريبا، وليت نبغيها وبغيت نتزوج بها، وقلت غادي نقول لك بالله انا ناويها. وسبحان الله بين ليله ونهار كنكتشف سر خطير فيها، كنكتشف واحد الشيء، كنكتشف شي حوايج دايراهم وانا معاها. اكتشفت بانها باغا تنصب وباغا ديني ليك، ولكن بسبب امها اللي حرضاتها ليا. اما الدريه كانت باغا واحد وناويه تزوج وتنصب عليا. بالجمال ديالها نقدر نعطيها كل شيء. بالصدفه عرفت اللي بيها، التليفون ديالها نساتو، فدخلت الميموار ديالو وعرفت اللي فيها. انا كنطلب منك السموح، انا لبانت العلامه في هاد الايام راه سبحان الله راه كنت ناويها، وكل ما بانت هاد العلامه اللي ما عرفتش منين انا خاطيها. فطالب السموح منك فانتي ليا ومثال قلال بالنسبه ليا، وانا بغيت غير ربي يسمح ليا وتسمحي ليا لاني غدرتك واول مره في حياتي وغتكون اخر مره. فاللي غادي نقول لكم هنا عرفت ربي بالله معايا، وهنا عرفت ربي واقف معايا، وهنا عرفت ربي باقي في جنبي وعمر شي حد غادي يضرني. فجمعت الوقفه من داك المكان وتحولنا لمكان اخر، ودابا راني كبرت الوليدات والبنيات وعايشه الحياه. ولا نبغي ينصرك ربي راه ما كاين حد ينصرك، ولا بغى يوقف معاك ربي راه حتى واحد ما يوقف في طريقك. وانا طلبت ربي لاني ما عندي جهد وما عندي وين نمشي وما باغاش نطلق على ولادي، وفي حاله نتزوج بها كنت غادي نوافق وتدخل ضر عليا وتحرض عليا كل شيء. ولكن هي كانت طماعه والطمع ديالها بان بقدرة الله عز وجل، وطلب لي كنطلب ربي وكنرغب وكل شيء جات بين يدي. وهذه هي خلاصه قصتي مع الراجل ديالي ومع الحياه ديالي واللي جرى لي واللي وقع لي. استافدوا منها، قصه فيها بزاف العبر. الا فهمتوها غادي تعجبكم، والا مشيتوا خطوه بخطوه غادي تفهموا المعنى. وفي الاخير خليوا لي شي تعليق على هذا الشيء اللي وقع ليا. فقصتي عبره لكل يتيمه، فقصتي عبره لكل زوجة اب قاسيه، فقصتي عبره لكل الخواتات كيتخلاو على الخت، فقصتي عبره لكل الخواتات الوقيته اللي كتطلق الخت كيسدوا الباب، فقصتي عبره لكل راجل عنده مراته الوقيته اللي كتضخ بابه ما كيعقلش عليها. فعبره لكل وحده من دمك ولحمك ودي ليها الراجل ديالك وتدخلي وتخلي ليها دارها وتهرسي السعاده اللي هي عايشه فيها. كوني على يقين بلا الدنيا دواره، دليل ذلك بلا عمتي السعايه وبنتها راه عايشه في الفساد وفي المرض ومن هنا وهنا حتى ولات مكروهه عند الجميع. وانا ربي نصرني وكبرت الوليدات وحجيت وربي عطاني وغناني بعد ما رزقني وبعد ما دوزت المعاناه في الصغر ديالي. وهذه هي خلاصه قصتي. اعزائي الكرام، صراحه اش غادي نقول لكم قصه واش من قصه كنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا منها. صاحبه القصه بقات فيا بزاف. المعاناه اللي دازت عليها مع زوجة الاب القاسيه صعيبه لكل وحده، وصعيبه على كل زوجة الاب اللي ما كتسواش. زوجة الاب اللي الصراحه اللي غادي نقول لكم كتشوف الحقد والحسد والضغينه في البنيات اللي مساكنات اصلا ديجا انهم مهمومات، ولكن الدنيا دواره. وصعيب على ان تكون عندك عمتك وتثيقي فيها وتحرض بنتها باش تزوج براجلك، تاني الدنيا دواره. وصعيب على الخت الوقيته اللي كتطلق وتسد باب على اختها، حتى هي الدنيا دواره. وصعيب على الخو اللي كيسمع كلام مرته وكيسمح في اخته. وصعيب على كل وحده اللي كتعاني والبيبان كاملين كيتسدوا عليها ولكن ربي كيعطيها ويغنيها. وصعيب على ان وحده دير فيك الشر وانت ديري فيها الخير، ولكن ربي كريم. داك الخير اللي درتي فيها غمض القلب ديالها وعطات لديك اليتيمه كل شيء وربي نصر. وتاني حاجه وحده صعيب فاش كيتسدوا عليك البيبان وكتطلقي وكتدقي باب الله وربي كينصر. دليل ذلك حسات بالغدر والخيانه الزوج ديالها جاو صارحه وقال لها كل شيء، لانها دعات ربي وتوكلت على ربي وقالت بالله ما عندي حتى واحد في هذه الحياه الا ربي. ربي كريم، الا دقلتي الباب ديالو اكيد غادي يعطيك ويغنيك ويفتح لك البيبان اللي كنتي انت تظني بان عمرها غادي تفتح لك. وكنظن كلشي لخصتو لكم وتنظن كلشي لخصتو لكم في اخر هذه القصه. فكنقول لكم شكرا لكم على المتابعه، شكرا على الاستماع، شكرا على كل كلمه خليتوها لي في حقي. وما تنسوش بارطاجيو القصص ولايك قبل ما تسمعوا لكل قصه باش تعم الفائده وتنتشر القصه. تنقول لكم هنا مع السلامه والى قصص اخرى. دمتم في رعايه الله، احبكم في الله.